السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله هنكمل أحداث الحلقة ال85 من مسلسل ليلى. بتبتدي الحلقة ويترك جيفان نور ومالي في المزبلة، وتنهار نور وتصرخ بشدة، وفي هذا الوقت تشتعل فيها نار الانتقام، فتريد أن تنتقم من طوفان ومن كل العائلة، فتتصل بمليح وتقول له: أنا فكرت بعرضك وموافقة، ولكن لدي شرط واحد: أن تشتري جميع الأملاك العائدة لطوفان، كل العقارات ومركز التجميل والقصر وكل الأراضي، وتذكر له المزيد من الممتلكات. وهناك يتفاجأ مليح، ولكن يفرح بشدة لأن هذا ما كان يتمناه، وتطلب نور من مليح 10 مليون دولار، وتطلب منه أن يحاول تدبير المبلغ اليوم لأنها ستبيع له كل شيء اليوم، لكن ما سيحدث سيصدمها. كل هذا ومالي يسمعها وهو صامت، ويأتي مليح وهو سعيد ويتصل بأحد ويخبره بأن نور قبلت العرض، ويخبره عن شرطها وأنه ليس لديه الوقت إلا عند المساء. وفي الطريق تحاول نور أن تقنع مالي أن يقف بجانبها ويفعل مثلما تقول، ولكن في هذا الوقت يقول لها مالي أن كل شيء انتهى ولن يسمع كلامها بعد الآن، ولكن تهدده نور وتقول له: سأترك رسالة لطوفان وأقول له أن صهرك يكون حبيبي وجيفان ابنه الحقيقي، وتظل تهدده ويقول لها مالي: ماذا تريدين مني؟ وتغضب نور وتقول له: إذا احترقت سنحترق نحن الإثنان، لا يمكنك أن تنجو بسهولة. وفي مشهد آخر تجد ليلى جيفان يقف حزين، فتقول له: بحب ماذا أفعل من أجلك؟ ويرد جيفان ويقول لها: لم يتبقى شيء لفعله، سأخبر طوفان بكل الحقيقة، سيزول حمل كبير من علي ويحصل كما يحصل. وتوافقه ليلى وتقول له: أعرف أن الحمل كبير عليك، ولكن أنت لست وحدك، أنا معك، أنا بجانبك إذا أردتني أو لا، لن أتركك. ويرد جيفان ويقول لها: وأنت أيضا ستواجهين أكاذيبك وستحكي كل شيء. فتقول له: نعم، أنا وعدتك. وهناك ما زال يحاول نيجو أن يبقى في المنزل ولا يعود إلى المزبلة مرة أخرى، ويحاول أن يقنع سلمان بك بذلك، ويمثل ويقول له: أنت تعلم أن الجو هناك بارد جدا. ويرد سلمان ويقول له: لا تقلق، أنا سأرسل لك بطانية ومدفأة وكل شيء. وفي مشهد آخر يأتي مليح وهو يخبر نور بأنه سيشتري كل شيء مقابل 10 مليون دولار، وأنه وافق على شرطها، وتفرح نور كثيرا، وتصرخ نور وتقول: سيكون معنا 10 مليون دولار، تذكر أي رجل ستكون. فيرد مالي بحزن ويقول لها: أنا أعرف جيدا القذارة التي أنا فيها، وأعرف أنها لن تزول مهما تنظفت، ولكن لا تظني أنها بهذه السهولة هذه المرة، ولا تظني أنك ستنجو هذه المرة. وتقول نور: لا، سأنجو وأنا آخر من يضحك، وسأحاسب سراب جيدا. ويرد مالي ويقول لها: حسنا، أنا سأتي معك، سأتي لكي لا يتأذى طفلي الذي لم يولد بعد. وفي مشهد آخر يذهب جيفان إلى طوفان بعدما تشاجر مع نور، ويسأله جيفان: أبي، هل أنت بخير؟ ويرد طوفان ويقول: أنا بخير كما لم أكن من قبل يا ابني، هل تعرف بما أشعر؟ وكأن ذهب كل حمل الدنيا عن عاتقه. فيقول له جيفان: أبي، أنا أريد أن أتحدث معك بشأن أمي. ويقاطعه طوفان ويقول له: أعلم أنه شيء صعب، ولكن زواجنا انتهى قبل سنوات، تعلم يا ابني، زواجنا لم يبدأ من الأساس، أنا لم أكن متزوج، كنت أدفع كفارة، سأخبرك بكل شيء الواحدة تلو الأخرى، ولكن ليس الآن، أنا وأمك سنطلق، ستبدأ حياة جديدة من الآن، ولكن أعدك يا بني، سيكون كل شيء على ما يرام. هل تتذكر عندما قلت لك: اسمع صوت قلبك؟ أنا أسمع صوت قلبي الآن يا ابني، قلبي مع سراب منذ سنوات. فيرد جيفان وهو سعيد ويقول له: اسمع يا أبي، أنت تستحق ذلك. ويتعانق الاثنان في حب. وفي مشهد آخر يأتي نيجو وهو بغرفته ويلملم أشياءه وهو مضطر أن يذهب من هنا، وفجأة تأتي له نور وتقول له: ماذا تفعل؟ فيقول لها أنه يلملم أشياءه حتى يذهب من هذا المنزل لأنهم طردوه. فتنظر إليه نور بمكر وتقول له: لدي عرض لك يا نيجو، هل تريد أن تبقى هنا؟ تستطيع أن تنجح في هذا إذا قمت بهذا العمل. بالطبع نيجو يريد أن يبقى في المنزل، فيسألها: ما عرضك؟ ماذا تريدين؟ فتخبره نور بأن العرض معقد قليلا، الأمر ليس سهلا، ولكن المال الذي سأعطيه لك لم تراه في حياتك. فيتحمس نيجو ويسألها: ماذا تريد؟ فترد نور وتقول له: ستقتل شخص. وفي مشهد آخر
تأتي نور وهي بالخارج وتتصل بخادمة سراب شكران وتسألها شكران ماذا تريدين، وتطلب نور من شكران أن تأتي لها بمفاتيح بيت سراب، وبالفعل تحضر شكران المفاتيح وتعطي المفاتيح لنيجو وتقول له وتطلب منه أن يذهب إلى بيت سراب ويحرقه بالكامل وتكون سراب بداخله. وبعدها تتصل بمالي وتسأله هل كل شيء جاهز. وفي مشهد آخر تذهب نور ومعها مليح إلى المحامي وتعطي نور المحامي الوكالة وتعطيه قائمة بالعقارات وتعطيه قائمة بكل الممتلكات وتقول له أريد أن أبيعها لمليح، ويجلس مليح وهو يشعر بالانتصار. ولكن بعد أن ينظر المحامي إلى الأوراق والممتلكات يقول لها هناك خطأ ما، فتتعجب نور وتقول له ما الخطأ؟ لدي الوكالة ويمكن أن أبيع كل شيء خاص بطوفان. فيخبرها المحامي بأن الوكالة غير صالحة وتنصدم نور وتتعجب وتقول لا يمكن أن يحدث هذا. فيخبرها المحامي بأن جميع الممتلكات والعقارات ليست عائدة لطوفان يلدز، وتنصدم نور بشدة وتقول له لمن تعود، ويصدمها المحامي أكثر ويقول لها تعود إلى أيلا كراجة. ويأتي لنور صدمة عند سماع اسم أيلا. وفي مشهد آخر يأتي طوفان وهو يتحدث مع سلمان بك ويقول له سلمان حسنا أنك كتبت كل شيء لأيلا، ولكن إن شاء الله لا نندم أننا سجلنا كل الأملاك باسمها. فيرد طوفان ويقول له لو وجدنا شخصا آخر يا أبي كنا كتبنا الممتلكات باسمه، أو ندع نور تأخذ كل شيء. فيرد سلمان ويقول له لا يا بني لن أقول ذلك، ولكن جعلتموني مرتابة من هذا البيت. فيقول له طوفان هل تظن أنني لم أفكر بهذا؟ فكرت، ولكن كان لابد أن يكون شخص غريب. على الأقل يا أبي أيلا في بيتنا منذ شهور، عرفنا الفتاة جيدا. ويؤكد سلمان كلامه ويقول صحيح إنها فتاة مسكينة، ماذا يمكن أن تفعل لنا لنخلص من نور أولا. وفي مشهد آخر يأتي مالي إلى غرفته فيجد فردة تجلس وتبكي ويسألها ما حدث وتبكي وتقول له أنا فعلت شيء سيء يا مالي، أنا ذهبت وأخبرت أخي بسر صديقتي سراب، قالت لي أشياء سيئة أعلم أنها محقة وأنها لم تسامحني أبدا. فيرد مالي ويقول لها تلك الفتاة تقول أنها تعتبرك أكثر من عائلة بالنسبة لها، إذن اذهبي وتحدثي معها واشرحي لها وهي ستفهمك تماما. وتبكي وتقول له كل هذا بسبب الشيطانة نور، أتت وأخفتني على طفلي وأنت أيضا أخفتني. فيعانقها ويقول لها يجب أن ننظر ماذا ممكن أن نفعل وماذا سنفعل. ويقول لها أحيانا يا فردة يجب إغلاق بعض الدفاتر القديمة، يجب أن تتخلصي من تلك الأحمال الثقيلة عليك. إذا كانت سراب تعطيك القيمة التي تعطينها إياها ستفهمك من الأساس. ويطلب منها أن تحاول الاتصال بسراب حتى تهدأ، ولكن فردة مترددة وخائفة من رد فعل سراب. وبالفعل تتصل فردة بسراب وتطلب منها أن تتحدث معها، فتوافقها سراب وتقول لها سأقابلك عند منزلي، وتشكر مالي وتعانقه لأنها ارتاحت قليلا. ويداعب مالي طفله ويقول له لديك أم رائعة وأنا أحبك كثيرا يا ابني. وفي مشهد آخر يذهب نيجو إلى منزل سراب وتكون سراب لم تصل بعد إلى منزلها. فيدخل نيجو إلى المطبخ ويفتح مفاتيح الغاز ويشغل السخان الكهربي بجانب الغاز، وبعد ارتكابه لتلك الجريمة يذهب من المنزل. وكانت سراب في طريقها إلى منزلها. وفي مشهد آخر تجد ليلى جيفان يجلس وحيدا فتذهب إليه، وعندما تجد حالته سيئة تقول له ليتني أفعل شيئا لأجلك. فيحزن جيفان ويقول لها ماذا يمكنك أن تفعلي لأجلي؟ الشيء الوحيد الذي أحتاج إليه هو اقتلاع ما بداخلي ورميه، وأن أصرخ بشدة وأقول هذا لأحد. وعندما تجد ليلى شدة الحمل عليه تقول له لست مجبرا على أن تقول هذا المساء، ولكن يؤكد لها جيفان ويقول لها يجب أن أقول هذا لأبي. وفجأة دون أي تفكير يتركها ويذهب إلى الأعلى ليخبر طوفان، وتخاف ليلى مما سيحدث. جيفان في طريقه إلى طوفان وفردة في طريقها إلى سراب، وما زال الغاز يسرب في بيت سراب والسخان الكهربائي مشتعل. وفي هذا المشهد يصلان فردة وسراب إلى المنزل وتراقبهم نور من بعيد. وفي مشهد آخر يصل جيفان إلى طوفان ويطلب منه أن يتحدث معه. وفي هذا المشهد تصل سراب ومعها فردة، وعندما يدخلوا إلى المنزل يشم رائحة الغاز، فتطلب فردة من سراب ألا تفتح الكهرباء،
ويذهبوا ليتعرفوا من أين تأتي رائحة الغاز. وفي مشهد آخر تأتي نور خلف ليلى بعد أن تأكدت أن كل الممتلكات باسمها، فتسألها من أنت؟ وتنصدم ليلى. وفجأة يأتي صوت انفجار شديد يأتي من منزل سراب، وينصدم طوفان وجيفان وليلى. يا ترى ايه هيحصل لسراب وفردة؟ هنعرف بإذن الله في الحلقة اللي جاية. لو عجبتك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.